بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ساعة من ساعات الزحام الرهيب في جدة، وفي مكان في الأصل هو مزدحم، يعني في تلك الساعة تزيد طبعا زحمته. فجأة وأنا جالس في سيارتي والإشارة حمراء منتظرها حتى تصير خضراء، ظهرت قدام عيوني عجوز. أنا شايفها من بعيد، كانت واقفة على حاوية من حاويات القمامة تنبش فيها، لعلها تجد علبة معدنية أو زجاجة بلاستيكية عشان تحطها في الكيس اللي بيدها. قطعت الشارع من اليمين لليسار، بعدين مشت جاية باتجاهي، وكل ما مرت جنب سيارة واقفة صاحبها يسوي لها كده. فطبعا الإشارة دي معروفة أنها يعني الله يعطيكي، والكل كل السائقين والسيارات واقفة لأنه الإشارة حمراء، وكلنا كما قلت منتظرين أنها تصير خضراء عشان السيارات تنطلق مزمجرة كما هي العادة يعني في مثل هذه الحالات. الملفت للنظر أنه ديك العجوز ما كان يأثر فيها الإصبع ده اللي يرتفع إلى أعلى، ولا هي منتبهة له على الإطلاق. لكن فجأة أشوف واحد من السائقين اللي أمامي فتح زجاجه وخرج قطعة نقدية، ناداها، أخذتها ومشت باتجاهي. لما صارت قريبة مني أسمع الآدمية رمت الكيس، وبعدين بعد ما فتحت القطعة النقدية أنا شايفها 50 ريال، فرمت الكيس من يدها وصارت تقول وي 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 وتخبط كده على صدرها. وبعدين اتجهت كده باتجاه التراب اللي تحت الكوبري، وجثت على ركبها ورفعت يداتها للسماء، وعيونها تنهمر بطريقة غير عادية بالدمع وهي تشكر ربها. حسيت في ديك اللحظة أنه الله عز وجل مع دعاء طبعا للرجل الذي أعطاها هذا المال، حسيت أنه هذه المرأة الدموع اللي نازلة على خدود كرمشة مع الزمن، ورسمت تجاعيد تشير إلى قسوة تلك السنين التي حملتها على أكتافها. أنا بتلك اللحظة انهمرت دموعي ببكاء شديد جدا. ما أدري على إيش بكيت حزن على ضعفها، أم على روعة هذا الشكر للرازق عز وجل اللي كانت تخاطبه وهي شاكرة حامدة على 50 ريال. وربما أقول لم تلمسها يدها منذ زمن بعيد. أبكي على هذا كله، ولا أبكي على امرأة ارتبطت بالله الرزاق بعلاقة حب، فرضت عليها أن تتجه نحوه بكفيها شاكرة حامدة، أم أبكي لأنني تذكرت أن هناك ناس مننا مو بس يوصل ليدهم 50 و500 و5000 وربما 50,000 وأكثر من ذلك، لكن ما يتذكر هذا الرازق المعطي، ويحسب أحدنا أحيانا أنه رزق على علم عنده كما يعني ومهارة كما كان قارون يقول. أبكي على نفسي، أبكي عليهم، أبكي على غيري، أبكي لهذا السبب أم لأسباب أخرى أم لهذا كله، ما أدري. لكنني نسيت للحظات أني في هذا المكان المزدحم والسيارات قدامي وراي وعلى يميني وعلى يساري. فتحت باب السيارة وجريت على هذه العجوز، وما وجدت في محفظتي وضعت بيدها ورجعت ودموعي لا تزال تنهمر. يوم اللي دخلت السيارة كنت على يقين أنه في ناس يعني شتموني، في ناس استهجنوا، في ناس الله أعلم إيش اللي حصل في نفوسهم، ولكن بمجرد دخول السيارة سمعت زوجتي تقول سبحان الله، صدق جل وعلا حينما يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه العجوز شكرت، فالله عز وجل ما تركها، زادها في الرزق. رمت اللي بيدها من قمامة البشر لتذهب إلى الرازق، إلى الرزاق، إلى رب البشر. ذهبت إليه لتشكره، وبشكرها ربي عز وجل سخر لها من يعطيها ومن يزيد في رزقها، كأنها تعلم أن الله لم يطلب جلت قدرته منها ومنا الكثير، كل اللي طلبوا فقط أن نشكره، وهو الضامن بأن مع هذا الشكر سيزداد رزقنا، لأن القاعدة تقول وبالشكر تدوم النعم. والشكر في الحقيقة ليس طريقا لزيادة النعمة وزيادة الرزق، ولكنه هو أيضا طريق إلى الجنة، سواء كانت جنة الدنيا برزقها الوفير أو جنة الآخرة بأجرها وبما لا عين رأت ولا أذن سمعت. نعم، بالشكر يزيد كل هذا وتزيد الراحة النفسية، وفي الوقت نفسه، وهذه نقطة أرجوكم ضعوا تحتها خط أحمر، وجدت بأن الشكر بعد
العطاء الرباني إنما هو طريق لعلاج الاكتئاب والحزن والهم. وهذا أمر أقول لكم بكل أمانة أنني استخدمته كأداة من أدوات العلاج. لقد عالجت مرضى اكتئاب كثيرين بالصدقات. وإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقات، وفهم الناس أن هذا الدواء والعلاج للأمراض العضوية والجسدية، فقد جربته في الأمراض النفسية، وبالتحديد الهم والحزن والاكتئاب. نعم، كدر، ضيق، اكتئاب، عالجوه بالصدقات. وجربت الصدقات بصورتين: الصدقة اليومية اللي هي على هيئة انك تخلي في درج سيارتك او في محفظتك شوية ريالات، وكلما قابلت في الطريق وانت رايح وانت جاي او وانت ذاهبة وآيبة اختي الكريمة، اخواني الاكارم، حطوا بيد هؤلاء الفقراء. وفي الشوارع نجد من هؤلاء، من عمال نظافة الى بعض الفقراء البسطاء. وهناك أيضا طريقة ثانية لاستخدام هذه الصدقة، إنه في نهاية كل أسبوع نذهب لزيارة أسرة فقيرة. نصيحة: لا تعطوا إن استطعتم أموالكم كلها كصدقة للجهات الخيرية، خصصوا، هذا لا حرج به، ولكن ينبغي أن نذهب بأنفسنا إلى بعض هذه الأسر. كرتون نحط فيه شوية أرزاق، سكر، سمنة، زيت، شوية دجاج، اللي ربي عز وجل يقدرنا عليه. إن استطعتم، وهذا أروع وأفضل، خذوا معكم أطفالكم الصغار عشان يتعلموا كيف يقدروا النعمة. أنا أذكر وإحنا صغار من بين الأدوات اللي كانوا أمهاتنا يستخدمونها معنا، إنه إذا شفتوا وصلة عيش في الأرض، كسرة خبز مكسورة مرمية، شيلوها، انفضوا عنها الغبار، قبلوها، حطوها في مكان لا تدوسه الأقدام. كنا نتعلم تقدير النعمة بهذه الطريقة. فما من أحد، وكلنا يعرف هذا، ما من أحد يقبل أن يجلس في مجلس لا يقدر فيه، ولا مو صحيح؟ كلنا لا نقبل أن نجلس في مجلس فيه آخرين ولا يقدروننا. فهل تعتقدوا أن النعمة حينما تكون في يد أناس لا يقدرونها ستبقى؟ لن تبقى، عاجلا أم أجلا ستذهب. ولذلك تقدير النعم سلوك يمارس، ما هو نظريات تكتب. وإذا نبغى هذا السلوك يصبح سلوكا معتقدا به وممارسا من قبل أبنائنا والمحيطين بنا، فعلينا أن نمارسه أمامهم. لذلك الآباء والأمهات اللي يدربوا أبنائهم على تقدير النعمة، أنا بتقديرهم آباء وأمهات رائعين. كل النعم، نعمة الطعام والملابس والتكييف والخدم والسيارة والصحة. أما نعمة الطعام فلا تقدر إلا بحفظها. لا نطلب أكثر مما نحتاج، لا نسمح لأولادنا أن يغرفوا في صحونهم أكثر مما يأكلوا. تحط في صحنك كل اللي أنت حطيته، يا أما نجيب طبق واحد نأكل منه كلنا. أما إنه يسمح له بأن يغرف وبعدين يأكل له كده كم لقمة ويرمي الباقي، هذا ما هو صحيح، هذا خطأ فادح، وإن كان شائعا جدا بكل أسف. ينبغي أن يدرب الطفل، الولد أو البنت، على أنه حطيت في صحنك طعام كله. والأمر بسيط. كثيرون هم الذين يرتادون المطاعم في بلادنا رغبة في الفسحة والاجتماع مع أبنائهم وبناتهم إلى آخره. وجميل لو أننا جعلنا ما نطلبه في حدود ما نحتاجه من طعام، لكن في بعض الأحيان يزيد. ولذلك ينبغي أن يدرب في كل مرة نكون فيها في مطعم أحد الأبناء أو البنات أن يطلب من العامل: هذا الذي زاد حط لي إياه عشان أخذه معايا. ويقوم هذا الابن أو البنت اللي قام بهذه المهمة مع العامل في المطعم، يأخذ الكيس ويبقى معاه، وإحنا راجعين لبيوتنا ندور على إنسان فقير نوصل له هذه النعمة. بهذا نكون قد علمنا أبناءنا كيف يقدرون نعم الله عز وجل، وهذا سيساعدهم أكثر على حفظ النعمة، بشرط واحد: أن نكون نحن معشر الآباء والأمهات قدوة لهم في ذلك. لا ينبغي أن يكون أصحاب الديانات الأخرى أوعى منا ولا أحوط في هذه النقطة. ومن القصص العجيبة الغريبة يرويها أحد الشباب الذين ذهب إلى ألمانيا مبتعثا، فاستقبلوا أصحابه ممن كان يعرفهم، وبعدين واحد منهم عزموا على مطعم. هناك في المطعم طلبوا عشان يكرم ضيفه، لأنه يعني نحن نفهم إكرام الضيف أنه نزل على السفرة أكبر عدد ممكن من أصناف الطعام. أكلوا اللي أكلوه، ولكن كانت الكمية أكبر من الاحتياج. كان جالس في المطعم عدد من العجائز الألمان، فشافوا المنظر فصارت تبربر عليهم، تخاصمهم. اللي يتقن الألمانية منهم جاء يحاورها: أنه أنت زعلانة ليه؟
احنا ما طلبنا طعام ومشينا ولا هربنا، احنا طلبنا طعام ودفعنا قيمته. فقالت له المال مالك بس الموارد ما هي ملكك، ولذلك ليس يعني أنت لا تملك سبب لهدر هذه الموارد. واتصلت بالتليفون وفعلا جاء موظف من البلدية وبدأ يحاور وشرح له النظرية البسيطة اللي ذكرناها قبل شوية. أنت تملك المال لكن أنت ما تملك الموارد، هناك أناس في هذا العالم يحتاجون لمثل هذه الموارد، هناك الكثير من الفقراء، فما يحق لك أنك أنت تتعامل مع المسألة بهذه الطريقة. ودفع موظف البلدية غرامة نقدية. إيش سوى هذا الشاب؟ راح صور القسيمة حقت المخالفة ووزع على الشباب كل واحد منهم صورة، يقول عشان نحتفظ بها ونتعلم مرة أخرى إن إحنا ما نطلب من الطعام أكثر مما نحتاج. فالمال صحيح أنه مالنا لكن الموارد هي للمجتمع. المشكلة الكبرى فين؟ المشكلة الكبرى يوم يكون الآباء والأمهات والكبار هم القدوة في الإسراف، فكل الطرق اللفظية لن تجدي نفعا على الإطلاق. نحن بحاجة لتذكر أن في العالم اليوم حوالي 1 مليار إنسان جائع، وهناك أناس يقتاتون من القمامة. هناك طفل يجمع الدقيق اللي على الإسفلت عشان يأكله، واحد ثاني يجمع كسر الخبز اللي داستها الأقدام حتى يأكلها، وآخرون لم يعد لهم من آدميتهم إلا الشكل، بلاش أقول شكل، لم يعد لهم إلا الهيكل العظمي الذي لم يعد يكسوه إلا الجلد. بعضهم يقتات على ما يجده من طعام في القمامة، وبالمقابل بكل أسف هناك موائد يخجل الإنسان والله من النظر إليها، ويخجل أكثر للنهاية التي انتهت إليها هذه الموائد. والله هذه الصورة عبارة عن سبة في جبين كل مسلم يمارس هذا السلوك. أنا عن نفسي أقسم بالله أنني أخجل من النظر إليها، فكيف بمن كان سببا في صنعها؟ ماذا سيقول هؤلاء الذين صنعوها يوم الدين لخالقهم؟ ماذا سيقولون لغير المسلمين حينما يرون ذلك؟ هل يمكن لهذا السلوك أن يؤثر فيهم فيجذبهم لهذا الدين ويدخلهم فيه؟ ولا هذه المناظر سوف تبعدهم عن هذا الدين؟ هل نعتقد بأن صيامنا وصلاتنا وعباداتنا المختلفة ستكون أكثر تأثيرا فيهم من مثل هذه المناظر السلبية؟ الناس اللي أدخلوا في دين الله بقية البشر في شرق آسيا أفواجا أفواجا، ما تأثروا الناس بصيامهم وصلاتهم ونسكهم، تأثروا أكثر بسلوكهم، بأخلاقهم التي كانت تمارس على الأرض. هل يستطيع هؤلاء المسرفين أن يضمنوا بقاء النعم بين أيديهم، أم أن زوالها حتمي إنهم لم يسارعوا في التوقف عن مثل هذا الإسراف؟ هل يمكن أن تنتفي صفة الإيمان عن أصحاب مثل هذا المنطق؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. ألم تصغر الأرض لدرجة أن الدول والشعوب صارت جيران بعضها البعض؟ إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.